السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم مسيو جميل احمد. ان شاء الله دلوقتي هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الحصه الثالثه. المفروض دلوقتي يا بطل ان انت ذاكرت الجزء الاولاني كويس وحليت الاسئله اللي عليه وفهمه بشكل كامل. فدلوقتي قبل ما نشوف الجزء الجديد عايزك يا بطل تحاول تحل الاسئله دي كلها افعال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، والافعال اللي كان عليها ملاحظات اللي احنا اخدناها في الجزء اللي فات. فحاول دلوقتي تحلها، وقف الفيديو وحلها. تمام، المفروض دلوقتي ان انت حلتها. تعال نشوف مع بعض الاجابات. دي ببساطه الحل. لو عندك اي مشكله في اي فعل حاول ترجع للجزء اللي كان فيه الملاحظه بتاعته او تصريف الفعل ده وراجع عليها كويس وتذاكرها كويس. تمام. وبالنسبه للفعل ده اللي هو ايسيي، لو انت عملت التصريف ده او ده الاثنين صح، لان زي ما احنا عارفين منتهى بالا اجريك او ار ممكن نقلب الاجريك لاي مع كل الضمائر ما عدا النو والفو، او ممكن نسيبها اجريك زي ما هي مع كل الضمائر. فعامة الاثنين صح. دلوقتي بقى يا شباب يلا نشوف الجزء الجديد. احنا الحصه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن تصريف افعال المجموعه الثالثه، واتفقنا ان احنا هنحفظ 3 افعال اللي هم اتر وافوار وفونير. اتفقنا ان احنا هنحفظهم، وقلت لك ان شاء الله في الجزء الثاني هنشوف مع بعض طريقه نقدر بيها نصرف افعال المجموعه الثالثه. بس الطريقه دي بس مش لافعال المجموعه الثالثه، الطريقه ديت ان احنا نختار الفعل الصح مع الفعل المناسب له، سواء كان مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. يعني ببساطه انا عندي مثلا الفاعل النو، فشوف الاختيار المناسب واختاره حتى انا مش عارف معنى الفعل. مثلا تصريف الفعل مع الالافيك اس وانا مش عارف معنى الفعل، اختار الاختيار المناسب مع الالافيك اس حتى انا مش عارف معنى الفعل. فان شاء الله الطريقه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي هتساعدنا على ده. نبتدي مع بعض على بركه الله. اول حاجه لازم اعرف المعلومه ديت، ان تصريف اي فاعل مع النو ينتهي بالاو ان اس. خد بالك بقول لك اي فعل، يعني معنى كده فعل مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه، يبقى لو عندي الفاعل نو اقوم مختار حاجه اخرها او ان اس، ما عدا فعل واحد. ايه هو الفعل ده؟ فعل اتر. اتر مع النو بقول نو صم، بس كده. يبقى انا لو عندي الفاعل نو بختار حاجه اخرها او ان اس، وهنشوف دلوقتي امثله على الحل. ما عدا اتر بيبقى مع النو نو صم، دي بس احفظها. طيب، تصريف اي فعل مع الفو بينتهي بالاو زد، وزي ما قلت لك اي فعل يبقى معنى كده مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. مع الفو اختار حاجه اخرها او زد، ما عدا الثلاث افعال دولت اللي هم اتر وفاغ ودير. اتر اللي بمعنى يكون بقول فو زد، هلاحظ هنا في مع الفو اخرها او اس في حاله اتر. طب هنا فاغ فو فيت نفس الكلام اخرها او اس. مع دير بقول فو ديت اخرها برضه او اس. يبقى لو انا عندي الفاعل فو بحط حاجه اخرها او زد ما عدا الثلاث افعال دولت، فبحفظهم اللي هم فو زد فو فيت فو ديت، بس كده. اتر بمعنى يكون، وفاغ يعمل او يفعل، ودير اللي هو بمعنى يقول. اتفقنا؟ طيب، تصريف اي فعل مع الالافيك اس والالافيك اس ينتهي بالاو ان تي، وزي ما قلنا اي فعل يعني مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه، يبقى اي فعل مع الالافيك اس والالافيك اس بحط او ان تي، ما عدا الاربعه دولت. افوار اللي هو يملك، اتر يكون، فير يعمل، واليه يذهب. دول مع الالافيك اس والالافيك اس. مع افوار بقول إلزون وإلزون. اتر بتبقى إل وإل سون، فير بتبقى إل وإل فون، اليه بتبقى إل وإل فون. وهتلاحظ هما الاربعه نفس الكتابه، بس هنا مع افوار بحط او ان تي، باخد الاو ان تي ديت مع اتر والباقي واحط مع اتر اس. هنا بحط في البدايه اف، هنا بحط في، فسهل حفظها. يبقى انا ببساطه لو عندي الفاعل الافيك اس او الافيك اس بحط فعل اخره او ان تي، ما عدا الاربعه دولت بحفظهم اللي هم افوار تبقى اون، وفي اتر تبقى سون، وفير بتبقى فون، واليه تبقى فو، طبعا مع الالافيك اس والالافيك اس. واخد بالي من الملحوظه ديت ان احنا قلنا مع الالافيك اس والالافيك اس بحط حاجه اخرها او ان تي. فعل فونير مع الال المفرد والالافيك اس، طبعا الال المفرد زيها برضه ال اللي هي بتاعت المفرد، وبرضه الاون. وهنا الالافيك اس يبقى زيها اللي هي الالافيك اس. هنا في الال والمفرد والجمع اخرها او ان تي في فعل فونير. فاخد بالي ان مع الال بتبقى صغيره كده الفيان، انما في الجمع تبقى الفيان. طب الاحظها ازاي؟ هلاحظ هنا مع الالافيك اس فيها 2 ان، يعني لو لاحظت هلاقي نهايتهم او ان تي 2. اتفقنا؟
بس هنا بتاعت المفرد بتبقى صغيره، الفيرب صغير، انما في الجمع بيبقى الفيرب طويل. ولاحظ ان هنا بيبقى في 2 ان في الجمع. بس كده. وقف الفيديو لحد هنا، ولازم تحفظ ال3 ملاحظات دولت قبل ما نقلب على الجزئيه الجايه. وقفوا واحفظهم. تمام، المفروض دلوقتي ان انت حفظتهم. هنا زي ما اتفقنا القاعده دي بتطبق على اي فعل، يعني مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه. نيجي بقى على الجزئيه الجايه. عايزك في البدايه تفتكر الحاجات دي، ان تصريف اي فعل مجموعه اولى كنا بنحط مع الجو او، ومع التي او اس، والال والال والاون او. يعني افعال المجموعه الاولى اللي كانت منتهيه بالاو ار كنا بنشيل او ار ونحط النهايات دي، فدي احنا حافظينها وعارفينها من سنه اولى. تمام. طيب بالنسبه بقى للجزئيه الجديده، ازاي بصرف افعال المجموعه الثانيه والثالثه، او لو فعل مثلا مش عارفه مجموعه ثانيه ولا ثالثه اصرفه ازاي مع الجو والتي والال والال والاون. ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. لو عندي فعل مجموعه ثانيه او ثالثه، او انا ما اعرفش هو ثانيه ولا ثالثه وعايز اصرفه مع الال والال والاون، هحط فعل اخره ت او دي. تمام. يعني دلوقتي لو عندي فعل، الفعل ده مجموعه ثانيه مثلا او ثالثه، هصرفه مع الال والال والاون، في الحاله دي بحط فعل اخره د او ت. ماشي. ما عدا الفعلين دولت اللي هم افوار، بيبقى مع الال والال بياخد طبعا زي ما قلنا الاو زي الال والال. وهنا الي بيبقى ال وال فا، فالفعلين دول بس اللي هم مجموعه ثالثه، لما اجي اصرفهم مع الال والال والاو بينتهوا بالاه مش بالدي ولا التي. ماشي. طب تصريف اي فعل مجموعه ثانيه او ثالثه مع الجو والتي، باخد فعل اخره اس. انا دلوقتي لو عندي فعل مجموعه ثانيه او ثالثه مع الجو والتي بحط فعل اخره اس، ما عدا الثلاث افعال دولت اللي هم افوار بيبقى جي، وهنا بوفوار يستطيع بتبقى جو بو، وهنا فولوار بتبقى جو فو. زي ما قلنا بيتطبق على الجو هو نفسه اللي بيتطبق على التي، يعني هنا بتبقى تي بو اخرها اكس، وهنا تي فو اخرها برضه اكس. طبعا افوار مع التي احنا حافظينها اللي هي تي اخرها اس كده كده اساسا. ماشي. فاللي عايزك تعرفه هنا ان لو عندي فعل مجموعه ثانيه او ثالثه عايز اصرفه مع الال والال والاو، باخد حاجه اخرها دي او تي ما عدا الاثنين دولت وحافظينهم. طب لو الفعل ده عايز اصرفه مع الجو والتي، باخد فعل اخره اس ما عدا الثلاثه دولت. اخد بالي افوار مع الجو بتبقى جي بالشكل ده. طب بوفوار وفولوار بيبقوا مع الجو والتي اخرهم اكس بالشكل ده. طب هتقول لي طب افوار مع التي يا مسيو؟ افوار مع التي احنا حافظينها اساسا ان هي بتبقى اللي هي واس، فدي خلاص معروفه وانتهى الموضوع منها. طيب لو هو كان اساسا فعل مجموعه اولى، احنا خلاص عارفين افعال المجموعه الاولى مع الجو والتي والال والال والاو بتتصرف ازاي، وعارفينها من سنه اولى وحلينا عليها كتير. ماشي. دلوقتي وقف الفيديو وشوف الحته دي واحفظها كويس. دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعه من الاسئله او الامثله. المفروض دلوقتي ان انت حفظت الملاحظات اللي انا قلت لك احفظها كويس. فمثلا شفنا الفو، احنا قلنا الفو تصريف اي فعل مع الفو بينتهي بالاو زد. ففي الاختيارات هنا انهي واحد؟ طبعا هقوم مختار ايه اللي هو ده عشان اخره او زد. تمام. هنا مثلا عندي النو، فالنو بحط معاها او ان اس. فين الاجابه الصح؟ اهي الاو ان اس. طيب فعل زي ده، كلمه فاعل زي ده لي باساجير، لي باساجير ده جمع يعني بيساوي الى فيك اس والى فيك اس، يبقى اخد حاجه اخرها او ان تي. فين هنا اللي اخره او ان تي؟ اهي. تمام. مثلا ننزل تحت امثله ثانيه. هنا مثلا عندي الايل، قلت الايل هاخد معاها حاجه منتهيه بالدي او التي. هاجي ابص هنا هلاقي فعلا عندي اهيت منتهيه بالتي. طب هتقول لي طب يا مسيو ما في تي ثانيه اهيت، بس خد بالك دي او ان تي دي بتاعت الى فيك اس، انما هنا عندي الايل فباخد اللي هي التي بس، التي او الدي. ماشي. انما هنا او ان تي دي بتاعت الى فيك اس والى فيك اس، فاكون واعي واخد بالي من الجزئيه ديت. يبقى الايل نحط معاها ايه اللي هي التي اللي هي الاولانيه دي. ماشي. هنا مثلا التي قلنا هناخد حاجه اخرها اس. فين هنا اللي اخره اس؟ اهي. مثلا هنا تحت عندنا الجو هناخد برضه حاجه اخرها اس اهي. تمام. تحت مثلا هنا الفو زي ما قلنا تبقى او زد، فدي خلاص عرفناها. عايزين حاجات جديده. هنا التي. تمام. احنا قلنا مع التي بنحط حاجه اخرها اس. فين الاس؟ هنا هلاقي عندي 3، دي في اخرها اس ودي اس ودي اس. بس هلاحظ حاجه هنا او ان اس دي بتاعت النو خلاص ما اخدهاش.
طب والاتنين دولت، انا الكلمه دي حافظها لما قلنا ان اي فعل مع الفو بنحط او زد، ما عدا فعل دير كانوا 3 افعال من ضمنهم فعل دير، وقلنا ان احنا بنحفظها اللي هي فو ديت، فدي بتاعت الفو خلاص ما اخدهاش، فيتفضل عندي الاخيره ديت اللي اخرها اس، فدي فعلا اللي هي بتاعت التي، فتبقى التي هتاخد اخر واحده. اتفقنا؟ حاجه مثلا زي ال، فال قلنا هناخد يا دي يا تي، هاجي ابص في الاختيارات هلاقي عندي التي اهيت فاقوم واخدها. طيب حاجه عندي مثلا زي الاو قلنا بناخد معاها يا اما دي يا تي، بس ابص هنا مش هلاقي دي ولا تي خالص، هلاقي ده فعل مجموعه اولى عادي اللي احنا واخدينه من سنه اولى، فهنا الاو هنحط معاها الاو، هنقوم واخدين دي. ماشي يا شباب؟ طيب ممكن بقى يجيب لي في الامتحان درجه صعوبه شويه. ازاي؟ يعني مثلا اسم زي ده شادي اموا، انا عارف لو عندي اسم اموا يبقى بيساوي النو، فهنا ده النو. طب النو قلنا بنحط معاه او ان اس، ما عدا ادخ بتبقى نو صم، تمام انا حافظها. طيب هاجي ابص في الاختيارات الاقي ايه ده كله منتهي بالاو ان اس، طب انا اختار انهي واحده بقى؟ في الحاله دي اعتمد على المعنى، لازم اترجم. هنا بيقول لي شادي وانا نقط بالقطار بالقطر، هل هقول نستمع ولا ننام ولا نسافر ولا نعوم؟ يبقى اكيد الاجابه الصح ان احنا بنسافر بالقطار، فنقوم واخدين ديت. يعني لو الاختيارات كلها في اكتر من اجابه تنفع، في الحاله دي بعتمد على المعنى. ماشي؟ وبكده يا شباب نقدر دلوقتي نصرف اي فعل سواء مجموعه اولى او ثانيه او ثالثه، وعرفنا ازاي نتعامل مع الفعل مجموعه ثانيه او ثالثه. حتى لو انا مش عارف الفعل ده مجموعه ثانيه او ثالثه، عرفت ازاي ان انا اختار الفعل الصح مع الفاعل الصح. تمام؟ طيب نيجي بقى دلوقتي على جزئيه مهمه، وهي عندي حاجه اسمها لفيرب برونومينون. يعني ايه فيرب برونومينون؟ هي الافعال الضميريه او الذو ضميرين. يعني ايه الكلام ده؟ نفهم مع بعض. هي دي بتبقى افعال مسبوقه بالسو او الاس ابوستروف، يعني ممكن يكون فعل مجموعه اولى او مجموعه ثانيه او مجموعه ثالثه، بس يكون مسبوق بالسو او الاس ابوستروف. زي مثلا الفعل ده لافي، لافي ده فعل مجموعه اولى، عرفت ان هو مجموعه اولى عشان اخو او ار. تمام، بس هنا ده فعل مجموعه اولى بس ذو ضميرين. طب ليه ذو ضميرين؟ عشان مسبوق بالسو. طب نفس الكلام هنا صبيه، ده فعل مجموعه اولى بس ذو ضميرين. طب ليه ذو ضميرين؟ عشان مسبوق بالاس ابوستروف. الاس ابوستروف هي نفسها السو، بس السو شلنا الاو بتاعتها وحولناها الابوستروف عشان بعدها حرف متحول. طيب دي اللي هي الافعال الضميريه، عرفت ان هي افعال من اي مجموعه بس قدامها السو او الاس ابوستروف. اتعامل معاها ازاي او اصرفها ازاي؟ ببساطه هنصرف الفعل على حسب المجموعه بتاعته. يعني ده مجموعه اولى هنشيل او ار ونحط النهايات اللي احنا حافظينها بتاعت المجموعه الاولى. مجموعه ثانيه هنشيل اي ار ونحط النهايات اللي احنا حافظينها. مجموعه ثالثه فعل مش منتظم انا حافظه فاقوم كاتبه، بس بالاضافه ان انا بصرفه هصرف كمان السو او هغير السو على حسب الفاعل. طب اغير السو او الاس ابوستروف على اساس ايه؟ على اساس الفاعل بالشكل ده. مع الجو السو بتبقى م، ولو كانت اس ابوستروف تبقى ام ابوستروف. طيب مع التي بتبقى ت، او تبقى تي ابوستروف لو جه بعدها متحرك. طيب مع ال والال والاو السو ما بتتغيرش، بتفضل سو زي ما هي او اس ابوستروف. طيب مع النو السو بتتحول لنو زيها. طب مع الفو السو بتتحول لفو زيها. طب مع الالافيك اس والالافيك اس السو بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش. طيب يعني هنا ببساطه عندي الال والال والاو والالافيك اس والالافيك اس السو ما بتتغيرش، بتفضل ثابته زي ما هي. طبعا لو كانت اس ابوستروف تفضل برضه ثابته زي ما هي. النو السو بتبقى نو زيها، والفو بتبقى السو فو زيها. فكده دول سهلين حفظناهم خلاص. هيفضل عندي التي بتبقى التو بالشكل ده، والجي بتبقى م بالشكل ده. طيب انا حفظتهم. دلوقتي بقى عايزين نشوف مثال فعل زي ده سولافي. عايز بقى اصرف الفعل ده، الفعل ده مجموعه اولى فشيل او ار وحط النهايات اللي احنا حافظينها على حسب الفاعل عادي. تمام، بس بالاضافه لكده هصرف السو، فتبقى مع الجو تبقى جو م لاف. هنا السو مع الجو بقت م لان انا حافظها، السو مع الجو بتتحول لم. طيب والاو ار شلتها وحطيت الاو، واخد بالي ان انا لازم اصرف الفاعل، يعني اشيل النهايه اللي هي بتاعت المجموعه الاو ار واحط النهايه على حسب الفاعل، لان في طلبه بتقوم مصرفه السو بس وسايبه الفعل زي ما هو بالنهايه بتاعت المجموعه بتاعته، ده يبقى غلط. لازم يا شباب اصرف السو واصرف كمان الفاعل.
تمام. طيب مع التي هتبقى تي تو لاف، السو مع التي بقت ت وشلت الاو ار، ومع التي بنحط مكان الاو ار او اس بس كده. طب مع ال والال والاو السو بتفضل زي ما هي، واشيل او ار واحط او تبقى سو لاف. طب مع النو السو بتبقى نو زيها، تبقى نو وبعدين نو تانية نو لافون وشلت الاو ار وحطيت او ان اس. طب الفو تبقى فو لافي، هنا مع شلت السو بقت فو وشلت الاو ار وحطيت او زد. طب الالافيكاس والالافيكاس السو ما بتتغيرش، وفي النهايه حطيت الاو ان تي بتاعت الالافيكاس والالافيكاس. تمام. يبقى المطلوب مننا نحفظ النهايات ديت. طب نشوف المثال على الاس ابوستروف زي فعل صبي. هيبقى زي ما اتفقنا ادي اللي هي ضمائر الفاعل، هتبقى جو مابي. هلاحظ بس ان هنا عشان اس ابوستروف فاستخدمت اللي هي المو والتو والسو اللي هم ابوستروف بس كده، تبقى جو مابي وشلت له اغ طبعا وحطيت النهايه دي خلاص عرفناها. هنا تبقى تي طبي، هنا ال والال والاو السو ما بتتغيرش تبقى صبي بالشكل ده. النو هتفضل زي ما هي تبقى نو زابيون، وهنا الفو تبقى فو زابييه، وهنا ال والال صبي. تمام. يبقى لاحظ بس هنا عشان اس ابوستروف فكتبتهم ابوستروف، وطبعا النو والفو ما بتتحولش لابوستروف. طب حد هيقول لي سؤال، طب يا مسيو احنا شفنا في الجزء الاولاني من الحصه ديت الفعل ده ما كانش قبل السو، وكمان فعل ابي ده انا شفته قبل كده من غير الاس ابوستروف ديت، ايه الفرق بينهم؟ ببساطه الفعل لما ما يكون مش مسبوق بالسو يبقى انا بقوم بالفعل ده على حد تاني. يعني ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال فعل لافي ده لوحده من غير السو بمعنى يغسل، ففي الحاله دي بيبقى بيغسل حاجه تانية، يعني مثلا يغسل قلم، يغسل اطباق، يغسل ايا كان. انما هنا ابييه نفس الكلام، ابييه بمعنى يلبس الملابس. لو هو من غير الاس ابوستروف يبقى بمعنى كده بيلبس حد تاني، طفل او مثلا او حد. تمام. انما بحط السو قبل الفعل في الحاله دي الفاعل بيقوم بالفعل على نفسه او على جزء من نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا قلنا لافي بمعنى يغسل، اللي هو بيغسل حاجه مثلا. لو قلت سو لافي تبقى بمعنى يغتسل، يعني مثلا بياخد شاور او مثلا بيغتسل، اللي هو بيغسل جزء من نفسه زي مثلا ايده او وشه مثلا. نفس الكلام ابييه قلنا بيلبس الملابس، لو قلت صبييه يبقى هو بيلبس نفسه، يبقى يرتدي الملابس. يبقى ببساطه ان السو دي اللي غرض منها ان هي بتخلي الفاعل يقوم بالفعل ده على نفسه بس كده. وعندنا هنا دي اهم الافعال اللي هي بالزو ضميرين اللي بتتكرر بكسر، اللي هي سولوفي، سوكوشي، سودوشي، صبيي، سو بريباري، سو بروموني، سو لافي، سو ريبوزي، سو بروسي، ساميزي، ساريتي، سو ديجيزي. واشهرهم بيتكرر بكسر اللي هو سو بروموني ده ناخد بالنا منه. تمام. دلوقتي يا بطل عايزك توقف الفيديو وتحاول تصرف لي الفعل ده اللي هو سو دوشي وتصرف لي فعل ساميزي. وقف الفيديو وصرفه. تمام. المفروض دلوقتي ان انت حلتهم. لو الحل طلع معاك بالشكل ده فتمام كده انت فهمت الحصه. لو عندك فيه مشكله حاول ترجع وتسمع الحصه تاني عشان تحل الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم. واخد بالي انا حولت السو بس والاس ابوستروف وغيرت الاو ار، وانا نسيت اغير الاو ار لان في طلبه بتنسى تغير الاو ار زي ما قلنا. ماشي. نيجي بعد كده بيقول لي خد بالك، اخد بالي من ايه؟ ان لما اجي انفي الفعل احنا عارفين عشان في الفعل بحط بين النو والبا، طبعا لو الفعل بادئ بمتحرك بحط ان ابوستروف مش النو. طيب في حاله الفعل ذو ضميرين السو ديت اساسا تعتبر جزء من الفعل، فالفعل وتصريف السو بيتحط هما الاثنين بين النو والبا. يعني ايه الكلام ده؟ مثال زي ده، جو مي بروس لي دون، انا بغسل اسناني. انا عايز اقول انا لا اغسل اسناني، يبقى هنفي الفعل اللي هو مو بروسي هحطه بين النو والبا. واخد بالي المو زي ما اتفقنا جزء من الفاعل، فالفعل والمو بيتحطوا بين النو والبا، فبقوله بالشكل ده جو ني مي بروس با لي دون. تمام. يبقى انا دخلت المو مع الفعل بين النو والبا، لان في ناس تقوم رايحه حاطه المو ديت بره يقول لك انا نفيت الفعل اللي هو بروسي. لا، الزو ضميرين يعتبر جزء من الفعل اللي هي تصريف السو. يبقى الملاحظه ديت لازم ياخد بالي منها كويس. نيجي على الملاحظه الثانيه. تصرف السو دائما حتى لو الفعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني انا عندي الفعل في المصدر زي ما اتفقنا اللي هو الفعل بنهايه المجموعه بتاعته، يعني الفعل ما حذفتش منه حاجه. فلو الفعل جاي في المصدر السو بتتصرف في اي حاله. يعني ايه الكلام ده؟ مثال زي ده،
je vais me coucher dans 5 minutes. هنا عندي الفعل اللي هو كوشيه ده جاي في المصدر في الانفينيتيف، فالمفروض ان انا اقول سو كوشيه اللي هي سو وبعدين اقول كوشيه. بس الاحظ هنا ان السو اتحولت لمو على حسب الفاعل، بالرغم ان فعل كوشيه جاي في المصدر. يعني ببساطه لو الفعل جاي في المصدر والفعل ده كان ذو ضميرين فالسو دي لازم تتغير على حسب الفاعل. تمام؟ او احفظها بشكل تاني ان السو ديت لازم اصرفها مع الفاعل في اي وقت وفي اي حاله، دايما لازم تتصرف مع الفاعل. فهنا عندي جو تبقى السو تتحول لمو. مثال تاني نو فونو دي نو بروموني. هلاحظ هنا ان النو اللي هي السو اتصرفت مع النو وبقت نو زيها، ان السو مع النو بتبقى نو. طب ليه ما سيبناهاش سو؟ لان زي ما اتفقنا ان السو دايما لازم تتصرف مع الفاعل حتى لو الفعل جاي في المصدر الانفينيتيف. طب حد يقول لي يا ميسيو طب هو ايه اساسا الانفينيتيف؟ انا نسيته اساسا. ببساطه ركز معايا عشان تعرف الانفينيتيف ونخلص من الجزئيه ديت. المصدر او الانفينيتيف هو بيكون الفعل منتهي بنهايه المجموعه الخاصه بيه، بيسمى في الحاله دي فعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني فعل زي ده بارلي، بارلي اخو او ار، فده فعل مجموعه اولى عشان منتهي بنهايه المجموعه اللي هي او ار. في الشكل ده يعتبر فعل في الانفينيتيف او فعل في المصدر. ماشي؟ طب يا مثلا زي هنا كوشيه اخو ار يبقى ده فعل في المصدر. هنا نفس الكلام بخومونيه اخو ار يبقى ده فعل في المصدر او الانفينيتيف. مصدر اللي هو مصدر الحاجات اللي هتيجي اللي هو التصويف ان انا اكتبه بقى مع الجو والتي والال والال والكلام ده، هو ده يعتبر المصدر بتاعهم اللي هو بيبقى فيه نهايه المجموعه بتاعته. ماشي؟ طب هل هنا ينفع اكتب الفعل في المصدر في الجمله؟ لازم، في حالات لازم اكتب فيها الفعل في المصدر وما صرفوش. طب امتى؟ لو عندي فعل متصرف. يعني زي ايه؟ مثلا هنا بقول جيم الي او كليب، انا احب اذهب الى النادي. هتلاقي هنا عندي فعل متصرف مع الجو اللي هو ام واخوه اهيت، وهنا هتلاقي فعل الي جاي في المصدر. طب جاي في المصدر ليه الفعل ده؟ ليه ما كتبتش في؟ ما صرفتوش ليه مع الجو؟ لان ببساطه الفعل ده جاي بعد فعل تاني متصرف قبله، فبالتالي كتبناه في المصدر او الانفينيتيف. طيب امتى الحاله الثانيه اللي ممكن يجي فيها الفعل في المصدر؟ لو جه بعد حرف جو. زي مثلا بقول جو في او سينما، انا بروح السينما بور ريغاردي ان فيلم، من اجل مشاهده فيلم. هنا عندي بور اللي هو من اجل ده حرف جو، فعايز اقول من اجل مشاهده. هتلاقي الفعل جه في المصدر، يعني هنا ما شلتش الاو ار وحطيت او مع الجو، لا سبتها زي ما هي. طب ليه؟ لانها جايه بعد حرف جو. اتفقنا يا شباب؟ يبقى ببساطه المصدر هو الفعل محتفظ بالنهايه بتاعت المجموعه بتاعته، وبكتب الفعل في المصدر في حاله لو كان قبله فعل متصرف او لو كان قبله حرف جو. ماشي؟ وكده يا شباب يبقى حصه النهارده خلصت، وهتلاقي في اسئله على الجزء ده حاول تحلها، وهنضمن الملزمه هتلاقي فيها الشرح ده كله. بالتوفيق، ولو عندك اي سؤال او اي حاجه تواصل معايا. بالتوفيق.